بحاول افهم ايه اللي حصل في ماتش سموحه والاهلي بصراحه. مش شايف اي يعني. عارف انت الماتش النهارده كان عامل ازاي؟ بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي سمك لبن تمر هندي. اه والله. يعني انت ماسك كوره ومستحوذ على الكوره، تيجي عند خط ال 18 انت مش موجود. تخيل، انت متخيل معايا؟ انت متخيل معايا ان سموحه ده خسر من الزمالك 5-1؟ متخيلها معايا؟ فاهمها ولا مش فاهمها؟ طب متخيل ان احنا النهارده كنا بنلعب ناقصين واحد لان صلاح محسن ما كانش موجود في الملعب؟ تخيل ان الشناوي ما جاتش عليه هجمه. تخيل ان الهاني سليمان برضو ما جاتش عليه هجمه. كلها من جوه ال 18 كده حنكش والكره طالعه بره. انت متخيل انك انت 14 ركنيه من غير افاده؟ متخيل ان لعيبه النادي الاهلي كانت النهارده في اجازه باستثناء اتنين، امام عاشور ومروان عطيه؟ متخيلها معايا؟ متخيل ان حسين الشحات ما عملش اي حاجه النهارده غير ان هو بيمسك الكوره بيحنكش؟ طيب متخيل معايا ان كريم فؤاد مش لاقي اللي يفهمه في الملعب، عشان كده النهارده ما عرفش يلعب؟ طب انت متخيل ان الجبهه بتاعت اكرم توفيق وكريم فؤاد النهارده ما كانتش موجوده؟ انا لو فضلت ان انا اتكلم على المباراه مش هلاقي لها كلام ان انا اتكلم فيها اصلا. بجد وحياة ربنا. مستغرب ان الكواليتي اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي غير الكواليتي اللي موجوده مع احمد سامي. تمام. ومع ذلك احمد سامي قفل الملعب قدامك، ما عرفتش حتى تشوف الهاني سليمان. وفي كرة قفشه انا مش فاهم هو فكر فيها ازاي. يعني في كرة جات له مرتين بنفس الطريقه. الاولى راح جاي لممها والدنيا عنده متكربسه، لمها عشان يشوطها وبرضه طلعت بره. والكرة التانية الدنيا قدامه مفتوحة، المفروض بقى يشوط، لا ده بيبصيها عشان خاطر تطلع بره. انت متخيل معايا؟ انت متخيل يعني ان ما كانش في جملة معينة ولا جملة واضحة في ال 18 بتاع سموحة؟ طيب، عايزك تتخيل معايا كده ان احنا وصلنا يعني هنلعب كاس عالم اندية بنفس السكواد اللي كان موجود النهارده. تخيل انت هيتعمل منك ايه قدام اتحاد جدة. ده اول ماتش. ده انا برضو عملت حساب ان اتحاد جدة كسب اوكلاند سيتي ووصل لنا. تمام، واحنا هنلعب. تخيل انت بقى اتحاد جدة هيعمل معاك ايه بالمستوى اللي انت ظهرت بيه النهارده. تخيلت معايا؟ بس كده. اهو ده اللي انا عايز ان انا اوصله لك. مش بتكلم انا ملاحظ ان النهارده اللعيبه نازله مش عندها يعني ايه، مش عندها تعليمات. مارسيل كولر ما ادهمش حاجه اصلا قبل المباراه. تقريبا مارسيل كولر كان جاي من الاجازه، تقريبا قال لهم ايه، انزلوا واعملوا اللي انتوا عايزينه. هو ده النهارده، هو ده الماتش بتاع النهارده. انا مش شايف حاجه تانية غير كده. مفيش حاجه شفناها في ارضيه الملعب خالص. امام عاشور اللي بيسهل لك الكور النهارده هو كان محتاس، مش عارف يلعب كوره إيه خالص. حتى الكوره اللي عملها مع محمد مجدي قفشه ما كملتش. اللي انا هقدر ان انا اقوله محتاجين حل سريع من مارسيل كولر في الاداء اللي احنا شايفينه ده. صلاح محسن ما لعبش بجنيه النهارده. صلاح محسن مش عارف ازاي ده مهاجم. والله العظيم ما عارف ان هو ده ازاي ده مهاجم. انا عمال ان انا حتى كمان اشوف له اي مخرج ان هو يخرج بيه من المباراه النهارده، مفيش. بلح. محتاجين حل سريع للي احنا شايفينه، اللي الجمهور شايفه الفتره دي. تعادلين ورا بعض دي صعبه. دي صعبه على الجمهور. يعني ازاي بقى هتشارك بقى في كاس العالم انديه، وازاي هتشارك في دوري ابطال افريقيا، وازاي هتشارك في اي بطوله انت داخل فيها؟ بس هو ده اللي انا طالع ان انا اتكلم فيه. والله يا جدعان الكوره سهله. والله يا جدعان انتوا بتلعبوا كوره، مصعبين الدنيا خالص. النهارده انا كنت حاسس ان اللعيبه النهارده مش فاهمه يعني ايه كوره خالص. يعني
في البطيخ. بس هو ده اللي انا اتفرجت عليه النهارده، هو ده اللي انا شفته النهارده مع لعيبه الاهلي قدام سموحه. عموما مش عايز اطول في الكلام، لان انا مش لاقي ان انا كلام اقول، مش لاقي حتى كمان يعني حاجه فنيه ان انا اتكلم فيها، لا خالص، ده كلها ماشيه كده يعني بالستر ربنا، الحمد لله. والحمد لله انك انت خرجت تعادل يعني. ايه، ما جاتش عليك هجمه ولا انت عملت هجمه. اللعب كله كان في نص الملعب وال18 بس. عموما عزيزي المشاهد، انا وصلت طبعا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، ولو انت بتتابعني عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي. وريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك، ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي. وريت انك انت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير الاهلاويه. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.